السلام عليكم ورحمة الله. هذا من أول الفيديوهات اللي تندير تنخاطب فيه بهذه الطريقة المباشرة يعني. رغم أنني يلا داير واحد العملية على المشوار ديالي ديال السنة وداكشي بحال عذروني إلا خطأت. ورغم كذلك أن عندي مواقع إخبارية باللغة العربية باللغة الإنجليزية، لكن تنتجنب ديك الآراء. لكن وجدت نفسي في واحد القضية اللي خصني نتكلم فيها. هاد القضية هضروا عليها سبقوني إخوان الله يبارك فيهم، اللي عندهم غير على الوطنية ديالهم، على المغربية ديالهم، وبغيت نعبر حتى انايا ويعبروا كلكم خصنا نعبروا على واحد القضيه جد مهمه بالنسبه لنا في الحياه ديالنا، وبالنسبه للحياه الاولاد ديالنا الجيل القادم. فكما معلوم، اعذروني الا طولت عليكم واحد شويه، ولكن راه الغل لان الضغط يولد الانفجار. جدودنا وابائنا دافعوا الدم ديالهم في تحرير الوطن، ماشي باش يعيشوا هما، باش نعيشوا حنا في كرامه وفي حريه. من اجل كرامتنا وحريتنا دفعوا هما الغالي والنفيس ديالهم، ارواح ديالهم والدماء ديالهم. فاحنا كذلك مضطرين اننا باش خاصنا ندافعوا على الجيل. للاسف الشديد حنا عشنا في واحد الضياع، ما كاين لا حريه لا كرامه، ولكن ما غرضوهمش على ولادنا. واحد الاخت سميتها المياء، شفنا كيفاش تغتصبت، كيفاش حكات القصه ديالها وهي تتبكي. البنت خرجت تخدم في السعوديه، كيفاش اغتصبها داك الوحش الادمي اللي معظمهم هما امراض، عندهم واحد المرض تيبغيو ينتقموا من لان واحد الدوله ما عندهاش تاريخ والشعب جديد. فهمت؟ ما علينا، ما غنخليو حنا من هذاك الشيء كامل. ما باغيش ندخل انا في واحد المتاهات، خليو داك الشيء ونرجعوا للنقطه السطر. بزاف ما تنبغيش نغوص في هذاك الشيء، لان شلا ما يتقال. فشفناها كيفاش تبكي. فيا امير المؤمنين، يا حامي المله والدين، يا ولي امرنا، لو بنتك او اختك ناداتك وقع لها داك الشيء، شنو غادي يكون رد فعلك؟ هذيك راه بنتك واختك، لانها تحت رعايتك وانت الوصي بها، راه من تحت الوصيه ديالك. ما عاشتش بكرامه في بلادها ومشات لبلادات الناس وتعداو عليها، لهذيك الدوله اللي تنصيفطوا لها الجنود ديالنا للدفاع عليها. حنا غادي نقول لك انا بعباره اصح، يا صاحب الجلاله، يا امير المؤمنين، حنا راه ما غنتفاهموش مع داك الشيء. حنا عندنا ثقافه وهما عندهم ثقافه، حنا عندنا واحد العقليه وهما عندهم واحد العقليه. جا معنا غير الاسلام، الدين الاسلامي والمقدسات فقط لا غير، اما البقيه لا علاقه لنا. حنا يا امير المؤمنين، يا حامي المله والدين، راه لو كان يهضر عليك شي واحد بالخير برا، انا تنعيش برا بطبيعه الحال وتنشوف مغاربه اخرين، لو كان يهضر عليك شي واحد غادي نقتلوه، غادي نوصلوا معاه المواصل دفاعا عنك،
لانك انت جزء منا ومن كرامتنا. فتحنا شعبك راه جزء من الكرامه ديالك. ولكن هذا الشيء اللي تيدار مع الخليجيين راه ما مزيانش، راه ما راضيش عليه الشعب، راه الا السفهاء هما اللي راضين عليه، اللي عندهم مصالح. السفهاء بلا ما نخسروا في الهضره. حنا بغينا الكرامه ديالنا، الكرامه ديال المواطن المغربي. تحكرنا في بلادنا، ما نبغيوش اننا نتحضروا قدام بلاد الناس، ما نبغيوش اننا نتكلموا خامج مع الخماج ما عنده لا تاريخ مثلنا. التاريخ الاسلامي حنا اللي درناه، المغاربه هما اللي داروا التاريخ الاسلامي. 8 القرون ونص اللي في الاندلس كلها مغربيه، ما كاينش حتى قرد شاركنا فيهم وتنشاركوه تيجمعوه تاريخ اسلامي. ما عندنا غرض، ما باغيش نخوضوا في هذه المسائل هذه. فاللي تيهمنا حنا تنخوضوا في الكرامه ديالنا. الكرامه ديالنا تبهدلات في اوروبا ومع الخليج. هذوك الخليج راه ما بيننا وبينهم والو، خاصهم يعطيونا اتساع. ما بغينا جدريان. شتي يا صاحب الجلاله، يا امير المؤمنين، يا حامي حمى المله والدين، راه لو كان تعتني غير بجاليتك راه تتدخل اطنان ديال الفلوس وما عندها قيمه ومدلوله. راه فين يبانوا الخليجيين وانت تعرف ذلك. شحال تندخلوا حنا راه عارف. في الاخر ما عطيناش حتى لي فسيار كيما توانسه ولا كيما الدول الاخرين. ما عندنا غرض. اما بالمشكل بخصوص المشكله ديال الصحراء، بانهم السعوديه راه غادي يوقفوا معنا في الصحراء، حنا راه عبد الكريم الخطابي راه ما وقفت مع السعوديه. راه في معركه واد المخازين راه السعوديه ما وقفت ولا الخليج ما وقفوا مع المغاربه. راه المغاربه فضوها بنفوسهم، المغاربه حروا ارضهم. واذا كان عبد الكريم الخطابي يدرس في اكبر الكليات العسكريه والحربيه، الخطط ديالو خصنا نكونوا عبره ديالو، حنا احفاد ديالو. حنا ما محتاجين لا الخليج يجي يدافع عنا ولا يقول لنا. حنا بيننا وبين الجزائريين اخوه والدم، وحررنا لهم بلادهم وساعدنا لهم في التحرير ديالهم، والدوله ديالهم السياسه ديالهم خرجات وجات المغرب. حنا قابلين بهبالهم. الخو يقبل بهبال خوه. ما حدا هضره، راه الهضره ما تشري خضره. ولكن منين غادي يوصل الصحراء مغربيه، راه ما غادي تقررها لا انت لا يا امير المؤمنين يا حامي حمى المله والدين ولا اي واحد. تقرر الصحراء، تقرر الشعب المغربي اللي دافع عليها واللي تيدفع عليها في الضرائب لحد الساعه الى يومنا هذا. تيدفع عليها في الضرائب، راه هو الوحيد اللي تيقرر وهو الوحيد اللي قادر يدافع عليها. اقسم بالله العلي العظيم، لو تطلق الضوء الاخضر والله غير يجيبوها من تيندو في الهي الى يلاقيوها بباماكو، ماشي غير في الصحراء الشرقيه، حتى لباماكو. وانا عارف ما عندنا غرض في القضيه. الجزائريين خوتنا وحبابنا ونقبلوهم ويقبلونا، وحنا هما اللي غنكونوا متفاهمين معاهم. هذاك الشعب هو اللي غنتفاهموا معاه، ما غنتفاهموا مع الاخرين اللي تيمردوا لنا. يجي للمغرب الدعاره بالعلالي. عمرك ما تشوف سعودي محبوس في السجن. اتصلوا التليفونات طفطف القبيله الفلانيه هضرت مع القبيله الفلانيه. واش وصلنا بدرجتنا؟ وصلنا بهذه الكرامه يا صاحب الجلاله، يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين. واش وصلت بينا الدرجه انه يجي اماراتي يبقى يمثل علينا نبوسوا له في يديه في بلادنا وسط بلادنا؟ وصلت بينا الدرجه ان العرض ديالنا يتهتك في البيديفوليه في مع الاجانب ومع الخنازير الخليج في بلادنا. وصلت بينا الامر ان احنا الدوله العربيه الوحيده اللي تعطيو بناتهم يمشيو خدامات ويتعدوا عليهم، والحاج تصرفق في وسط الحرم
حاج مغربي تصرفق، راه في الفيديوهات في اليوتيوب شوفوه العام اللي فات، تصرفق شبه التصرفيق من عند برهوش ديال العسكري، ولا واحد تكلم. مغاربه ماتوا ولا واحد تكلم في الحج. المعتمرين الرجل والمراه شيبانيين عمرهم اكثر من 73 سنه محبوسين في السعوديه، ضاع عليهم جواز السفر ديالهم، طالبوهم ب 6000 دولار الواحد، ولا واحد تكلم. فين هاد الدوله؟ فين هاد الكرامه؟ يا صاحب الجلاله، راه اناشدك بالله وراه يناشدك كل المغاربه قاطبه، يكفى. الكرامه لا، لا الكرامه لا، لا ديروا ما بغيتو. كرامتنا لا، عندنا تاريخ معترف بالكرامه ديالنا، وما نقدروش نطيحوا الكرامه ديالنا. الكرامه ديالنا خط احمر اللي من اي كان في هذا وجه الكون هذا. صاحب الجلاله، اترجاك رجاء، حمينا كرامتنا كما حامين كرامتك. ما نسمحوش لاي واحد يتطاول عليك، لانك شيء عزيز على قلبنا، قلب المغاربه كاملين، مهما اختلافهم الاراء السياسيه ديالهم وكل شيء، ولكن راك عزيز في القلب. ولكن لا، خصك تحمينا كرامتك كما تنحميو لك كرامتك. كرامتنا هي كرامتك، وكرامتك هي كرامتنا. هذيك راه بنتك، هذيك راه اختك، هذيك راه من الشعب ديالك، من الرعايه ديالك، راك انت المسؤول عليها وانت المسؤول على كرامتها. اش دانا ندفعوا لهم شي جيش؟ الجيش تنخلصوا فيه حنايا المواطن في الضرائب المباشره والغير المباشره. واش دانا شي دخلنا في شي يامان؟ واش بيننا وبين شي يامان نمشيو نضربوا في القبيله؟ وقعت لنا الشوهه الفضيحه، طاحت لنا الطياره في النهار الاول ومات لنا الشهيد تمايا في سبيل الله. واش بيننا وبين شي خوتنا يمانيين نجيبوا الصداع؟ راه ما بغيناش هادشي، خليونا عليهم بالثقه ويبقاو خوتنا ويبقاو بعاد، بقاو بعاد علينا. ما عندنا ما نديرو بهم، راه حنا ما نصلحوا لهمش وهما راه ما يصلحوا الناس. حنا راه تنعرفوهم، نتوما راه ساسه، خليو الساسه. حنا راه ما غنعرفوهمش، راه ما غنتفاهموش معاهم، راه الشعب ماشي ديال المفاهمه، راه ما متفاهمش مع عائلته هذاك الشعب. يا صاحب الجلاله، راه كرامتنا هي اولى، راه ما عندنا ما نديرو بهم. شتي الا غادي راه حنا راه ما محتاجينش. راه عبد الكريم الخطابي راه فاش خاض الحرب مع الاسبان ومع فرنسا ومع الخونه، خاضها بلا سعوديه، بلا خليج، بلا امارات، بلا قطر، بلا حرب، واحد الحرب، واحد الروح وطنيه خاضها، ما وقفت مع حتى واحد. كذلك معركه غوت المخازن، ويشهد التاريخ على ذلك. وفي السلاقه وما هي الشعب المغربي راه ديما معاك صاحب الجلاله، ولكن راه كرامتنا، راه تحميلنا كرامتنا. حنا ما محتاجين في الصحراء غادي يشكك، ما كاين لا بوكيمون لا الجزائر لا والو، ما كاينش شي واحد اللي غادي يجي يقول لك. خليهم يهضروا، ولكن المغرب راه في الصحراء، والصحراء في مغربها، حب من حب وكره من كره. علاش زعما على الصحراء حنا غادي نبقاو فيها؟ ما كاينش اللي زغرت عليه مو شي حط رجليه في الصحراء. انا اول واحد، واشهد يا تاريخ، وهذا اليوم هذا المبارك، انا اول واحد ننزل ندافع، نخلي ولادي هنا وننزل وتلقاني انا اول واحد في شنو اسمه لوحني، انا اول واحد. وشوف المغاربه الوقت، وخلي في الوقت هذاك شي واحد يطاول على السياده المغربيه. صاحب الجلاله، نترجاوك، انا تنترجاك، واحد من الرعيه ديالك تنترجاك. انا عمرني ما درت فيديوهات، ولكن راه غلبني القهر. راه ماشي مره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه. هذا اماراتي جا بدا يمثل علينا غير البارح، وهذاك سعودي قتل واحد في طنجه، والاخر داز على الطوموبيل على بوليس.
واش حنا عباد الله فين كولينا؟ واش كيولينا عباد الله؟ واش ممكن حنا، واش سألت يا صاحب الجلاله واش حنا ممكن نديرو داكشي بالله؟ غادي تسامحوا معنا يا صاحب الجلاله، راه الناس غير ضيعت غير الباسبورات ديالها تحبست في الحبس تماك. واش صاحب الجلاله واش هادشي يخفى عليك؟ راه ما اعتقدش غادي يخفى عليك. صاحب الجلاله امير المؤمنين حامي حمى المله والدين، حمينا كرمتنا، حمينا كرمتنا. راه الشعبيه، راه الشعبيه راهي بزاف، راه الكرامه تنكسات في المزبله ديال المغربي، راه ما بقاتش عندنا قيمه. الله يهديك والله يهدينا جميعا. نقسم بالله اننا ما غنخونوش وغنكونوا حنا اول مدافعين عليك. صدقني انا راه تنتكلم باسم الشعب المغربي، ماشي الشعب المغربي مكني في الانتخابات ولا شي حاجه، انا تنهضر لك شنو الواقع ديال الشارع المغربي، تنقولوا لك انا، لان انا عايش في الشارع المغربي، انا ملتم به. ما تيجيبوا ليش النشرات وداك الشيء، وما تنتبعش الجزيره ولا القنوات الفاضيه، تنتبع الواقع شنو واقع في المغرب، شنو تيقول اي مغربي، وكيفاش تيحس اي مغربي ملي تيشوف اليوتيوبات ديال الدعاره اللي تيجيو السواعده والخليجيين يصوروهم. جا داك الاماراتي بدا يبوسوا له في يديه. هاد المغربيه الاخرى الاف المغربيات، عشرات المغربيات يا صاحب الجلاله، يا صاحب الجلاله. راه بناتنا هادوك، راه خواتاتنا هادوك، راه امهاتنا هادوك. ارجوك يا صاحب الجلاله، ارجوك. راه غادي تولي طرق اخرى، راه الشعب غادي يعبر بطرق اخرى يا صاحب الجلاله، صدقني. راه الشعب تقهر، راه غادي يعبر بطرق اخرى. راه داعش ما يهمش، راه هاد الدواعش اللي غادي يخرجوا دابا راه هذيك هي المشكله. راه حنا كنا في هناء تفتحنا على الفكر الوهابي وتاريخ وازال. امتى المغربي كان تيفجر في نفسه؟ امتى دخل علينا الخماج، افكار الخماج يكفروا المسلم ويشرعوا ما بيديهم. علاش؟ كنا هانيين صاحب الجيل، كنا هانيين مرتاحين. هما بداو يدفعونا في افغانستان، بداوها لنا هما دابا ولاو يدفعونا في اليمن، احنا ولينا وهابيين في سوريا. علاش يا صاحب الجلال؟ علاش؟ ارجوك يا صاحب الجلال رجاء خاص، ارجوك رجاء خاص، حفظنا كرامتنا، حفظنا كرامتنا يا صاحب الجلال. وعذروني على هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.